السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع أخبار اللاعبين المغتربين من أصول جزائرية نسلط الضوء اليوم على حارس مرمى جديد تمكن من إمضاء على أول عقد احترافي له خلال الأسبوع الفارط في صفوف النادي رين الفرنسي، ويتعلق الأمر بالحارس الشاب كيليان بلعزوق. هذا الحارس من مواليد سنة 2006 بفرنسا، أصول جزائرية من جهة الأم، وقد تكون حارس بلعزوق في صفوف النادي رين الفرنسي. يمتاز ببنية مورفولوجية قوية بالإضافة لطول القامة والذي يبلغ 197 سنتيمتر. تألق بشكل لافت للانتباه خلال الموسم الفارط مع فئة أقل من 19 سنة، حينما شارك مع هذه الفئة في 29 مباراة وبتوقيت لعب 2600 دقيقة لعب. تلقى خلالها 28 هدف، في حين تمكن من التصدي ل 14 هدف محقق. هذا التألق جعل من إدارة نادي رين الفرنسي تقوم باستدعائه لصفوف الفريق الثاني أي فريق الرديف، أين شارك معه في 3 مباريات تلقى خلالها هدفين، وتمكن كذلك من التصدي لهدفين محققين. والشيء الأكيد بأن هذا الحارس الشاب في حال تمكن من فرض نفسه في صفوف النادي رين الفرنسي فإنه سيكون أحد الحلول الإضافية لمحاربي الصحراء مستقبلا. سلام.